السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده اخر طعام هقولك فيه ازاي تعملي الفراخ الشيش المشويه وتطلع معاكي ولا احسن كبابجي او حاتي في الدنيا. بعد الفيديو ده هتبطلي تشتريها من بره، هتعمليها في البيت بتتبيله روعه، هتاكلوا صوابعكم وراها من طعمتها وحلاوتها. الفراخ طريه جدا، طعمها تحفه، شاربه من التتبيله كويس جدا. كل اللي هيدوقها هيفكرك شاريها من بره، مع اننا عاملينها في البيت ومن غير ما تاخد وقت خالص وبطريقه سهله جدا. طعمها رهيب في منتهى الجمال. الفيديو بيتكلم عن نفسه، تقدري تقدمي معاها مكرونة بالصلصة أو بالبشاميل أو رز بالخضار أو رز مبهر وسلطة وطحينة أو بطاطس مقلية، وبألف هنا وشفا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بس الأول نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحط لايك للفيديو ويلا نبدأ على طول. أول حاجة هنجهز التتبيلة اللي هيخلي طعمها يروح في حتة تانية خالص. عندي هنا حبيتين طماطم كبار وحبيتين بصل كبار، بصل احمر بصل ابيض خليط بين الاتنين مش هتفرق، وقرنين تلاتة كده فلفل حامي او رومي اللي بتفضليه. حطيتهم في الخلاط وحطيت معاهم معلقة توم صغيرة، سواء مفرومة أو فصوص. لو فصوص ضيفي 3 فصوص من التوم، بس أنا علشان عندي التوم مفروم فضفت منه. وضفت كمان معلقة ملح صغيرة علشان تساعد إن البصل يخرج كل ميته. تمام. بعد كده جيت أفرمهم بصراحة في الخلاط، فالخلاط لقيته كده مش ماشي معايا كويس، مش بيفرم بسهولة. فحطيتهم في الكبة والكبة كانت أسرع وفرمتهم بسرعة جدا، وكمان طلعوا ناعمين كده زي ما انتوا شايفين ده شكلهم. بعد كده هجيب مصفى تكون ناعمة ونبدأ نصفي التتبيلة بتاعتنا دي كويس جدا، علشان احنا عاوزين بس السوائل، هنستخدم السوائل بس علشان تبقى كده زي الجاهزة بالظبط وأحلى كمان. والتفل ده لو عاوزة تستخدميه تاني مثلا في حواوشي أو تتبيلة للكفتة، يبقى ما تحطيش الخل معاه في الخلاط، حط الخل بعد ما تصفيها. ودي كده السوائل اللي نزلت من الخضار بتاعنا، صفيناه كويس جدا. هنحط عليه بقى معلقة سكر صغيرة، نص معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة كبيرة توابل شيش طاووق بيخليه ريحته حلوة وطعمه جميل قوي، ربع كوباية زيت ومعلقة كاتشب كبيرة. ولو مفيش كاتشب تقدري تستخدمي دبس رمان أو تستخدمي صلصة. وبعد كده بنقلب وبنضيف بقى الملح. أنا ضفت معلقتين صغيرين قدامكم، بس بعد كده حسيت إنها لسه عاوزة شوية ملح كمان فضفت معلقة صغيرة كمان. يعني إجمالي اللي ضفته من الملح 3 معالق صغيرين من الملح، غير طبعا اللي احنا ضفناها في الخلاط. وكانت طعمها مظبوط جدا، حلوة بزيادة، حلوة بطريقة كده مش معقولة. نيجي بقى للفراخ بتاعتنا، ممكن تستخدمي فرخة كاملة أو مثلا أوراق مع الصدور، أو تعملي زي كده تستخدمي أوراق بس. دول كيلو من الأوراق المخلية. انا قلت للفرارجي عاوزه كيلو اوراق مخليه وهو بيخليها، وانت بقى بتقطعيها على حسب رغبتك، اذا كنت مثلا بتحبي القطع كبيره زي كده او ممكن تصغريها عن كده، او مثلا تريحي نفسك خالص وتقولي له عاوزه اوراق مخليه وقطعها شيش، وهتجيلك جاهزه على طول، ولا تقطعي ولا تتعبي نفسك. ونصيحة مني بلاش تستخدمي الصدور، ما بتبقاش أحلى حاجة بصراحة. الأوراق في حتة تانية خالص، طعمها يعني تحفة كده، طعمها خطير، غير كمان بتبقى جوسي كده وطرية، يعني بصراحة بتبقى رهيبة رهيبة بجد، غير الصدور خالص. طيب أنا لو ما عنديش الأعواد الخشب دي أعمل إيه؟ هترصيهم على شواية الفراخ، هنشوفها دلوقتي مع بعض. كده أنا خلصت رص الفراخ على الأعواد. هجيب بقى صينية أو صاج وهغلفه بالفويل علشان خاطر الصينية ما تتحرقش أو تتبهدل معايا، يبقى كل حاجة على الفويل. هجيب الشبكة بتاعتي أو الشواية وهرص عليها أعواد الفراخ بالشكل ده. لو ما عنديش أعواد فراخ، رصي بقى الفراخ على الشبكة دي من غير أعواد خالص، بعد كده بتقفلي عليها. هرص الفراخ بتاعتنا بالشكل ده. آه، يعني عاوزة أقولك كمان لو ما عندكيش الشبكة دي، حطي الأعواد في صينية، صينية متغلفة بالفويل، وحطيها في الفرن أو حطيها على شبكة الفرن، سواء أعواد فيها الفراخ أو سواء الفراخ كده، يعني مش على حاجة في شبكة الفرن. روحي رص عليها كده الشيش بتاعك، وبعد كده حطي تحتها صينية كده فيها اللي هيتبقى من التتبيلة. تمام. ولو نشفت التتبيلة معاكي في الصينية أو لقيتيها حبة صغيرة، تقدري تضيفي في الصينية دي مية. خلاص كده. أنا هنا بقى بعد ما رصيت الفراخ الشيش بتاعنا هقفل عليها بالشكل ده، وبعد كده هضيف عليها التتبيلة اللي اتبقت عندي.
بس هسيب جزء منها كده علشان ابقى كل شوية بدهن وش الفراخ منها كده وهي في الفرن علشان تطعم لي الفراخ اكتر، وكمان تاخد لون بسرعة. لو المية نشفت منك في الصينية ضيفي كوباية مية سخنة في الصينية تحت الفراخ، بس ما تجيبيش المية على الفراخ وهي في الفرن. المية او التتبيلة اللي بنحطها تحت الفراخ دي فايدتها انها بتتبخر على الفراخ وهي في الفرن، فبتخليها كده جوسي طرية جدا معاكي بعد التسوية. هدخلها فرن سابق التسخين على تاني رف من تحت على درجة حرارة 220. هي ما بتاخدش وقت خالص، يعني نص ساعة وهتكون استوت. بعد ما بيعدي عليها النص ساعة بفتح عليها الشواية من الناحيتين علشان تاخد لون حلو من فوق ومن تحت. ودي الفراخ الشيش بتاعتنا بأحلى طعم وأحلى ريحة، بجد الريحة ملت المكان. زي ما انتم شايفين لونها حلو جدا، طرية جدا، جوسي، خطيرة، بجد كان طعمها رهيب. والبصل والفلفل اللي اتشووا معاها كانوا طعمهم روعة. قطعت تحتهم كده شوية بصل وفلفل، وحطيت عليهم رشة ملح كده ورشة كمون، وقلبتهم مع بعض ورصيتهم تحت الفراخ. زي ما انتم شايفين كده والله كان طعمهم تحفة. ممكن كمان تحطي بقدونس معاهم، بس انا ما كانش عندي. الفراخ بتاعتنا في منتهى الجمال والطعامة. ممكن تقدمي معاها مكرونة او رز مبهر او رز بالخضار، سلطة وطحينة او بطاطس محمرة، حاجة كده في منتهى الطعام. عملناها ما خدتش وقت معانا خالص، وكمان بتتبيلة رهيبة خلت طعمها بجد راحت في حتة تانية خالص. كان طعمها رهيب، جربوها بجد والله مش هتندموا خالص. وبألف هنا بقى وشفا مقدما للي هيجربها. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفي قناتي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.